المهمة لخالد عيد بعد استقالة ايمن المزين بعد هزيمة الفريق في مباراة المحلة. ودي اسلام فؤاد مش تسلل، يسند المنوفي لاسلام فؤاد، كده جول كده جول كده جول 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 اسلام فؤاد. الله عليك، تسلم رجليك يا اسلام، تسلم رجليك يا ابني، وليك مني تعظيم سلام. يتقدم على طول اسلام فؤاد لفريق الرجاء بالقدم اليسرى على شمال محمد عبد المنصف. تقدم على شمال محمد عبد المنصف على طول. اسلام فؤاد، برافو يا اسلام. الدقيقة 17 اسلام فؤاد والدقيقة 17 وتقدم لفريق الرجاء بهدف في الدقيقة 17 من عمر هذا الشوط عشان يتقدم الرجاء على انبي بهدف مقابل لا شيء. بعد مرور 17 دقيقة يتقدم فريق الرجاء عن طريق اسلام فؤاد اللي له هدف قبل كده في مرمى الانتاج في مباراة خسرها فريق الرجاء بهدفين مقابل هدف واحد في الاسبوع الثامن. 23 تبديل اضطراري في صفوف فريق انبي بخروج يحيى حامد مصاب واشتراك احمد السعيدي. وادي ركله جزاء عطيها فهيم عمر لفريق انبي. ادي ركله جزاء لفريق انبي. نشوف الوقت على الشاشه واحنا بنعلق كده عشان نوصف لحضراتكم ثانيه بثانيه ودقيقه بدقيقه، ونشوف ركله الجزاء لفريق انبي. مين هيسدد، مين هيصوب، واحمد خطاب هيعمل ايه. 1-0 النتيجه. اسامه رجب هو اللي على التنفيذ، الظهير الايمن لانبي. شفنا تامر محب في الدقيقه 13 بيهدر ركله جزاء لفريق الرجاء قبل ما سجل اسلام فؤاد هدف التقدم في الدقيقه 17. ادي ركله جزاء لانبي، مواجهه بين اسامه رجب واحمد خطاب، يقدر يتعادل قبل نهايه الشوط اسامه رجب. ادي اسامه وخطاب، اسامه رجب، اسامه وهوبا جول جول اسامه رجب. تسلم رجليك يا اسامه. ادي اسامه رجب يتعادل لفريق انبي، هدف من ركله جزاء وتعادل لفريق انبي. 1-1 النتيجه. 1-1 النتيجه. تقدم اسلام فؤاد للرجاء، تعادل اسامه رجب من ركله جزاء لانبي. تعود المباراه لبدايتها. تامر اماميه، كيوتيه، ادي عبد الله اماميه مش تسلل، تامر يروح للجول، تامر يروح، اسلام جول، مانو في مرماه، مانو في مرماه. يتقدم قبل انتهاء الشوط الاول فريق الرجاء. اسلام فؤاد ضاغط، مانو ضاغط، يسجل مانو في مرماه. والله اسامه رجب هو اللي في اللعبه اللي فاتت عشان يتقدم فريق الرجاء بالهدف الثاني. يتقدم فريق الرجاء بالهدف الثاني. اسامه رجب اللي سجل هدف التعادل لفريق انبي بركله جزاء، يسجل في مرماه عشان يتقدم فريق الرجاء بالهدف الثاني. هدفين لاسامه رجب، هدف في مرماه وهدف في مرمى المنافس عشان يتقدم فريق الرجاء بالهدف الثاني. كان سجل قبل كده مانو في مرماه، والنهارده بيسجل اسامه رجب في مرماه. كان سجل في لقاء الاهلي مانو في مرماه وفاز الاهلي بهدف المقابل لا شيء. اسامه رجب يتقدم لفريق الرجاء بقدمه في مرمى محمد عبد المنصف. 2-1 النتيجه. يقطع كويتيه، قلت لحضراتكم الاهلي على سبيل الاعاره ابراهيم حسن ما يلحقش ياخد على طول اسامه التماس واتحط داخل منطقه الجزاء. جول بكل قوه يا ولد يا لعيب، بكل خبره يا ولد يا لعيب. ديبونيه دقيقه 17. خبره لاعبي انبي تتفوق على حماس لاعبي الرجاء، والعرضيه والتسديده قويه داخل مرمى الرجاء. يتعادل ديبونيه في الدقيقه 17 من الشوط الثاني. ديبونيه ديبونيه ديبونيه
دقيقة 17 من الشوط الثاني يتعادل ديفونيه لفريق الرجاء. ما شاء الله على اللقاء، 4 أهداف، هدفين لكل فريق، وركلة جزاء مهدرة من فريق الرجاء في الدقيقة 13 عن طريق تامر محب. قدر وقدر يقلب الموازين ديفونيه الإيفواري لفريق انبي. وقلت لحضراتكم خبراتهم وامكانياتهم هتفرق كتير جدا في تحديد نتيجة هذا اللقاء. ديفونيه واول اهدافه هذا الموسم مع فريق انبي. شوفوا حضراتكم الإعادة، شوفوا يطلق العنان للقدم اليمنى